فريق هارتلاند فرصه لاعب جودوين، لكن رقابه قويه جدا. لعبه حلوه قوي، تعدي كره، فرصه سهله. السوليه ممكن يسجل، يلم بمهاره ويعدي بالثاني، لكن يضيع فرصه سهله جدا. امامنا فرصه كبيره قوي بتضيع من عمرو السوليه. ادي عمرو السوليه كان يخلصها من الاول. عمرو السوليه امامنا تألق لما شارك في مباراه المنتخب، ودي على قدم اللاعب الماضيه. امامنا هي دي اعاده كره السوليه عدت له، ممكن يخلص من هنا، ممكن، لكن اللمه الاولى وعايز يعمل الثانيه، لكن يتدخل هنا الدفاع وتتعد على طول هجمه سريعه من لاعبي فريق هارتلاند، وفرصه كبيره قوي. ادي عمرو السوليه ضيع فرصه كبيره من امام اللاعب جون اويري. امامنا كانت كره خطره جدا جدا الكره الماضيه، ودي امامنا كره بس اوبيدو. شوف حضراتكم فريق نادي، ولكن على طول يمسكها حارس المرمى ببراعه الحارس محمد صبحي، عمق دفاعي، لكن محمد محسن ابو جريتش وتدخل، ولكن حكم اللقاء في اللقطه الماضيه كان هناك استلام بمهاره من اللاعب جودوين، ودفع من جانب مدافع فريق نادي هارتلاند مع اللاعب جودوين اللي ما زال في ارضيه الملعب، ويطلع لاعبي هارتلاند الكره الى خارج، ورمي التماس كينجسلي، وعنده سقوط ويرتطم باللاعب جودوين، وهنا تصل الكره الى الحارس براون. ينهي الكرة بشكل افضل. ادي قلنا اللاعب جوشوا الجيل الثالث اللي بيستعد للنزول في هذه اللحظات. على طول دفاع فريق نادي هبه، لو حلو قوي حمص العرضيه بقى لو اتلعبت باتقان، لكن ملعوبه من احمد صديق، لكن يضغط المدافع في توقيت رائع، وكان في 3 من محمد حمص صاحب الاساسيه في كاس عالم للقارات. وادي الحارس براون في كره خطيره جدا، يمكن ثاني كره خطر للاسماعيلي بعد كره اللاعب عمرو السوليه في 9 وقت. نادي الاسماعيلي بيحاول غطى حلو قوي في اللقطه دي. الاسماعيلي في افضل فتراته في الشوط الثاني. امامنا في هذه محسن ابو جريشه، وتسديده كانت قويه من بينج. ان يكون حذر في هذه اللحظات بقى، اللي يعني لحظات صعبه جدا. 3 نقاط غاليه للنادي الاسماعيلي، سعى اليها بقوه الحقيقه، دون النظر بقى للاداء، لانه